القوى العاملة التي تمتلك هيمنة عسكرية وسياسية واقتصادية تعد من أبرز المحركات في تحقيق مستويات متقدمة من التنمية بفضل استراتيجياتها في استغلال الموارد الطبيعية، ويعتبر النفط نموذجا واضحا لذلك، إذ أصبح معيارا لتحديد القوة الاقتصادية للدول. وفي الفترة الأخيرة برز تأثير المياه في المشهد الدولي بالتوازي مع تعزيز اهتمام الدول بقضية المياه كأحد أهم المحاور. في الوضع الراهن أرى أن الماء أصبح أكثر قيمة من النفط، والسبب في ذلك أن الماء هو الكهرباء والماء هو الغذاء، ففي الماء تبنى السدود وتنشأ أنظمة الري، وبفضله يمكن إنتاج الغذاء. ومع استخدام الري الحديث حتى في مساحات صغيرة من الأراضي يمكن الزراعة 3 دورات في السنة. وعندما نقول أن الماء هو الكهرباء فهذا لأنك باستخدامه تستطيع توليد الطاقة الكهرومائية من خلال بناء السدود، وتوفر للشعوب وسيلة للعيش الكريم. إثيوبيا التي لديها موارد مائية وفيرة تمتلك نحو 40 مليار متر مكعب من المياه الجوفية، وبالإضافة إلى 122 مليار متر مكعب من المياه السطحية التي تجري على أراضيها. الدول التي تمتلك النفط مثل بعض الدول العربية فهي تجني الدولارات من خلال بيعه، بينما نحن في إثيوبيا يمكننا أن نحول مياهنا وسدودنا إلى مصدر للطاقة الكهربائية، إذ أن العديد من دول المنطقة بحاجة ماسة إلى الكهرباء. فمن ناحية الطبوغرافيا هناك دول لا تمتلك تضاريس مناسبة لبناء سدود كبرى ولا أنهارا تسمح بإقامة محطات كهرومائية ضخمة مثل إثيوبيا، ولذلك لا تملك فرصة لتوليد وبيع الكهرباء كما نفعل نحن. فعلى سبيل المثال يمكن لإثيوبيا من خلال مشروعاتها الكبرى تصدير الطاقة الكهربائية إلى السودان وجنوب السودان وكينيا وجيبوتي وأوغندا وحتى إلى مصر ودول أبعد منها. ومن خلال هذا التوجه تستطيع البلاد تعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما في ذلك من الدول العربية وزيادة احتياطاتها من النقد الأجنبي بشكل مستدام. ይህንን በማድረጋችን ደግሞ ፎሪን ዳይሬክት ኢንቨስትመንትንም የመሳብ አቅማችንንም ከፍ እናደርጋለን። يعد استكمال سد النهضة الإثيوبي الكبير تجسيدا لقدرة إثيوبيا على إحداث تحول كبير في مجال إنتاج وتصدير الطاقة، كما يعكس روح الإبداع والتأثير البناء التي تتمتع بها البلاد. وعلى الصعيدين الجيوستراتيجي والدبلوماسي أسهم سد النهضة في بناء علاقات تعاون إقليمية جعلت المياه محورا للتكامل والشراكة، الأمر الذي منح إثيوبيا آفاقا جديدة وآملا متجددا في تحقيق التنمية والازدهار. خطة إثيوبيا التفاوض المتقدمة عكست نضوج رؤيتها الاستراتيجية وأكدت سعيها لأن تكون المحور الاقتصادي المقبل في المنطقة، ومن خلال هذه المسار استطاعت أن تعزز مكانتها ليس فقط اقتصاديا بل أيضا سياسيا ودبلوماسيا، فيما يعد ذلك دليلا واضحا على تحول ميزان القوى لصالحها، ويظهر أن إثيوبيا تمضي لتصبح القوى الإقليمية الصاعدة في شرق أفريقيا. تظهر التجارب الأخيرة أن إثيوبيا تسير بثبات نحو ترسيخ مكانتها كقوة إقليمية مؤثرة تجمع بين القدرة التفاوضية والتنمية الاقتصادية والدور الدبلوماسي البناء، ومن خلال استثمار مواردها الطبيعية وتوسيع شراكتها الإقليمية والدولية تضع إثيوبيا نفسها في موقع الريادة نحو مستقبل يسوده الاستقرار والنمو والتكامل الإفريقي الحقيقي.